منها كيف يربحوا فيه ويجيوا يدفعوا لك الفلوس، تشد تهرسوا في مهراز وتنفق فيه وتقول في التراب ولا في كروش ولاد الكلاب. يا اخي احنا اولاد الكلاب سيادتك؟ قال له حاشاك يا سيدي. قال له قلت هذه؟ قال له سامحني ما عقلتكش، اما هاو نحكي لك قصتي هنا. قال له يا سيدي انا ولد فلان الفلاني امين التجار. ايه؟ قال له نعرفه. قال له بابا الله يرحمه رباني من الدار للكتاب، مغمض، لا نعرف لا سوق لا شارع لا خلط. ايه؟ كيف مات الله يرحمه من كتابي الوالدة اعطتني مفاتح الحوانت وقالت لي برا باش يحل حوانت بوك وتوكل على الله، اخدم على نفسك وولي راجل. حليت الحوينتات وقعدت نبيع ونشري. في الاول ما نعرفش اسوام السلعه، مره نبيع بالرخيص ومره نبيع بالغاليه، حتى بديت نتخرط على الخدمه شويه. انهار جاني واحد من التجار بتاع السوق في يده محرمه مليانه بالفلوس وقال لي هات بايك. قلت له باي فاش؟ قال لي ما هو النهار الفلاني مش نطلعوا نعرضوا الربيع. هذه عادة كل عام التجار نتاع السوق يلموا بعضهم ويطلعوا يعرضوا الربيع، والمصروف يتلم من عند الجماعة الكل. المرحوم والدي كان كل عام يدفع 500 ريال. حليت الخجر جبت قلت له هاي ال 500 ريال على كل حال كيف العادة، اما من جيت طلوع عندي ما نشاور. عند لول روحت للدار شاورت امي، قالت لي وليدي كيف هي عادة والتجار الكل يمشيوا وحتى بوك كان يطلع معاهم ما فيها باس، اطلع تفرهد وفرق سودها. اي جان هذا المعلوم طلعنا كيف ما نقولوا للمحمدية ولا بوعرقوب، أحشيش وخيرات وأزهار ونوار، دولشنا فدلكنا لعبنا افطرنا في الغابة في الليل، ثم دار حضروا هنا تطيب وماكل، تمدت الطاولة وإذا به تنصب التخت وتحط المداء وصانعة تشطح وتغني. حشمت مش مستانس بهالشيء هذا ما عرفوش. مدوا لي طاسة قلت لهم سامحوني يا ولادي ما نشربش. عملوا نفسهم ما في عنهم شيء وهما غمزوا عليا الصانعة. قامت تشطح الكاس في يدها وقربت وقفت قدامي ومدت لي الكاس وقالت لي تفضل. قلت لها سامحني يا لا ما نشربش. قالت لي عجايب ترد عليا. قلت لها ما ردش عليك مش مستانس نشرب. قالت على كل حال خذ من يدي ممدودة، خذ من عندي الكاس ومز منه لشفايفك حتى نزيدة واحدة تكفي. ما نجمتش نرد عليها، اخذت الكاس من يدها ومزيت منه قطرة. ابداو يغنيوا في نوبة مالوف، عملت كيف زهيت. دار الدور الثاني قامت تشطح ومدت لي كاس، قالت لي طيب برك على خاطري. شربت يجي شطر الكاس، لعبت الخمرة في راسي. في الدور الثالث شربت الكاس الكل. الدور الرابع ابطأ. قلت لها يقوم صب يا اختي شبيك مخليتنا عطشانين. اي خذيت وعطيت وليت نفلتي ونتكلم بلا ميزان. حطوا المحط، بداو الجماعة يتحدثوا، قالوا غدوك على الصباح الحي نركبوا نروحوا. شنو؟ قلت لهم نروحوا فين نروحوا؟ بهاك اليمين اللي ما نزيدوا نهار اخر. حلفتش مازال. بتنا زايتين حتى للصباح، كل حد تمد في بقعة ورقد، ما كنا نفيقوا من النوم إلا ما بين ظهر وعصر. قال المألوف وقمنا نجدد خمرا. جوهرية
طويسات وكيوف. طاح الليل، حضرت الطاولة تنصب التخت، والعود والقانون وضرب المخروقة والطويسة الليل الكل. قالوا مرواح زدت حلت عليهم. قالوا وين عاد العوين وفاء؟ جبت كيس محبوب الواحد منهم، قلت له الصباح الحي يهبط للبلاد وعبينا كريته باللي يلزم. قضية متمومة نحبها، من ماكلتها لشربها. جات القطعية، طاب العشاء، حط الميدة تنصب التخت، عديناها ليلة كيوف. تجبدت كلمة المرواح، زدت حلفت وجبت كيس محبوب. ثم من هاك التجار اللي ما حبوش يقعدوا، ما ينجموش يخليوا ديارهم وحوانتهم، هذوك مشاو على نفسهم. وثم اللي بايعينها بخرج لقعدوا. وقعدت كل يوم نجبد الفلوس، نبعث نجيب القضية ونخلص الصانعة وجماعتها حتى وفات فلوس. هاك اللي نبعثوا فيه يجيب في القضية، قلت له امشي بالله لدارنا، ما تعرفها في الزنقة الفلانية، دق تجاوبك أمي، قل لها تبعث لي موكيت وكيت واقضي وجيب لي القيع. أي مشى جاب القضية. قال وليت فين توفى الفلوس نبعثوا لأمي. المرة الأولى، الثانية، الثالثة، العاشرة، العشرين، الخمسين، المياه. نهار جاني قال لي راهي أمك تسلم عليك وتقول لك راني بعت كل شيء، الهنشير والحوينتات بالسلعة اللي فيهم، واللي في الدار الكل تباع، وهذه 100 ريال اللي بعثتها لك هذه قال لك راني بعت بها الصوف متاع المضربة، وراني توا نقض على قرقوش جلد. كملناها كل ليلة. ومن غدويك عندي البغلة اللي جيت عليها شراها عليا واحد من الجماعة، وبعثت حقها زاد الراجل قضالي بها للعشاء. تنصب بالتخت كيف العادة، أكلينا شربنا سكرنا، غم عليا الشراب، خذتني عيني قط. في الصباح قمت لقيت نفسي وحدي يا سيدي، الجماعة الكل روحوا، الصانعة مشات، الصناعية مشاو، ما خلاو حتى شيء. شربة ما لقيتهاش، ولا صبحت عطشان مثموم بشريبة. لا ما ناكل لا ما نشرب، لا علاش نركب باش نروح. شديت الثنية على ساقية، نمشي ونرتاح، أنا مش مستانس، ساقية ولا الدم يجري منهم. يا سيدي وصلت البلاد، دخلت الدار نلقاها سقف وقاعة، وهاك العزوزة تطيح الشطر من عمر. ثماشي ما يتاكل يا أمي، قاتل وليدي منين؟ قلت كيفاش باش نعمل؟ أي نمشي لواحد من الجماعة نتسلف منه طرف فلوس مطيب وعشانة حتى الغدوة يعمل ربي الليل. قمت خرجت مشيت للسوق، اللي دخلته الأولاني قلت له تراه أعطيني 20 ريال. قال لي برا يزيم البلاد دور بغافل، 20 ريال منين مش تردهم لي سيادتك؟ كلمت واحد آخر قال لي برا لا نعيط لك بوليس. قلت لازم إلا ما ندور عليهم الكل ونقطر معهم. واحد منهم يا سيدي ما مديش صورتي. روحت الدار، بتنا كبة لقيتها بالعشاء. قلت أنا شنية حياتي؟ ندفن نفسي حي، قبر مشيت كما يقولوا لا خيال مشوم. أنا اللي خرجت من الرزق اللي خلاه لي بابا صرفته في ما لا يعني، على اللي ما يسواوش الموت خير لي. على الفجر قمت لقيت طرف فاس مسدد في بيت المونة، اجبدته ومشيت لوسط الدار وقعدت نحفر. قامت أمي جات تجري، ليش تعمل يا ولدي؟ قلت لها نحفر في قبري ونحب ندفن نفسي حي، وهاني بحذاك على كل حال، وقت اللي تحب تبكي اجا ابكي على قبري، في عوض اللي تقعد تمشي حتى للجبانة وتعب نفسك. تعبتك وانا حي، نحب الاخرى ما نتعبكش وانا ميت. يا وليدي كيفاش يا وليدي، ما يجيش حرام كفر. بدات هي تبكي وتندب وانا نحفر وعروقاتي شرتلة. اي ضربة من الضربات وحل الفاس في حلقة، جيت نشوف شنو نلقاه رخامة.
اجبتها لقيت دروج، اهبط دار يا سيدي 4 بيوت متناظرين. دخلت للبيت الاولى نلقى الصندوق فوق الصندوق وصندوق فوق الصندوق حتى للسقف ياقوت من هاك اللي شفته انت يا سيدي. البيت الثاني كيف كيف، الثالثة والرابعة كيف كيف. قداش مش نصرف، قداش مش نشري، قداش مش ناكل، قداش مش نلبس، هذا خلاء اللي يغني بر كامل. وانا احصل لي غيظ على هاك الجماعة كلاب حشاك. عملت هالمعمول اللي شفته انتي، وفي التراب خير من اللي يمشي في كروش ولاد الكلاب. قال له يبدا على بونته وعلى غيظ تمشي ثروة كاملة في التراب. انت يا ولدي ما تحسنش تتصرف. وآذن على هاك الخيرات الكل تدخل خزنة الدولة، وعمل له لد ولمه شهرية اللي تكفيهم باش يعيشوا كيف الغنية والبسيط. والزويز الاخرين كلاوها في عظامهم تقص رؤوسهم.